السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ كل سنة وانتم طيبين. يلا بينا نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة كل سنة وانتم طيبين. خزين التوم الجميل، التومة الحمراء الحلوة. طبعا لو احنا جايبين تومة بيضة ما بتنفعش تتخزن، بتفضى بسرعة، فبنضطر ان احنا نضربها ونفرمها ونعينها في برطمانات ازاز في الفريزر في الديب. فطبعا احنا النهارده التومه بتاعتنا حمراء وممكن تستحمل معانا وكل حاجه، بس انا برضو السنه دي ان شاء الله عايزه اخزنه في الديب. فعايزه اقول لكم انا هعمل فيه إيه ان شاء الله. طبعا عملت دول اهو. انا قطعت ايه بقى، شلت الاخضر اللي عليه اللي هو ده، كل ده انا شلته. نضفت الاصفر ده كله، شلته رميته، وخليت التومه زي ما انتم شايفينها كده. بس هاخدها بقى احطها فين؟ هحطها في كيس في الديب وهعينها. دي طريقه تخزين معينه انا قلت اقول لكم عليها. بس طبعا انا محتاجه ان انا اقطع من اول هنا كده واخد كل ده برضو استفاد بيه. انا بستفاد بكل ده، انا بستفاد بيه، ما برموش. بس انا علشان دلوقتي مش فاضيه ان انا اعمل. لو انت عايزه تسيبيها وتخزنيها على ما هي كده، بتسيبيها كده عشان ما تبص منك. لازم تقطعي بعد العنق هنا كده بحته كده، تقطعيها وتسيبيها كده عادي في الهواء، هتبقى زي الفل. عايزه تعينيها في الديب او في الفريزر، بتقطعي عادي من اول هنا وتستفادي بكل الكميه دي. عايزه تقشري كله وتطحنيه وتحطيه برده في الديب، برده جميل قوي. طيب انا السنه دي مثلا مش هطحن كل الكميه، هطحن نصها واسيب نصها روز كده في الهواء. يبقى لازم اسيب دي معاها، او اسيبه كله ينشف ويبقى معاها برضو. يعني يبقى مع الراس ده كله بقى بينشف خالص، وبيبقى زي ما انتم شايفينه كده قش كده. فانا عشان عايزه استفاد بالاخضر ده، عايزه اقول لكم فكره الاستفاده بيه. فانا قطعت زي ما انتم شايفين كده جزء ممكن اسيبه كده في الهواء، بس لازم طبعا اسيب فيه حته زي ما انتم شايفين كده، وجزء احطه في الديب اقطعه من اول هنا. وهاخد الاخضر اللي انا اخدته ده كله، انا هوريلكم هو شكله ايه اهو يا حبايبي. كل اللي انا قطعته من الراس اهو، شايفين عاملين ازاي. انا طبعا شلت كل الاصفر اللي فوق الوش، وفضل ده طبعا انا حطاه اهو في الميه، اغسله كويس قوي علشان طبعا هنا بيبقى فيه تراب وبيبقى فيه طين وكده. هنا بشيل كل ده بقى، افصصه كده واغسله في الميه كويس. شايفين كل ده لما نستفاد بيه مش احسن ما يترمى او ينشف؟ ده كله بيتفرم ويتعمل في طعمية، او يتعمل والله ساعات بعمل بيه الاكل عادي برضو بيبقى جميل. ويتعمل بيه طبعا نفرم ونعمل الطعمية، نعمل دقة السمك، نعمل كل حاجة احنا بندخل فيها توم اخضر او حاجة خضراء. بنعمل كده، بنفرم ده كله ونعمله مع الفلفل مع الليمون. دقة سمك جميلة، تحديقة برنجان، تمليحة البرنجان. بصوا كل حاجة كل حاجة. خسارة ان احنا شايفين حلو واخضر وجميل ازاي. خسارة بصراحة ان احنا نضيعه من ايدينا. فانا هعمله بقى واخلصه ان شاء الله واطحنه في الكبة واوريلكم شكله بعد العمايل هيبقى عامل ازاي باذن الله. ده التوم بعد ما خرطناه يا حبايبي، هنبدأ بقى ان احنا نفرمه في المفرمة زي ما انتم شايفين كده. وبعد ما اخلص ان شاء الله شوفوه عامل ازاي، شوفوا ان شاء الله. شوفوا، تفرميه في المفرمة، تفرميه في الكبة، الحاجة اللي تنفع تتفرم فيها تفرميه فيها، وتعينيه بإذن الله بقى في حاجة كده برطمان محكم ازاز عشان ما يطلعش ريحة في الديب. او تقلبي عليه شوية ملح عشان ما يجمدش. او مثلا تحطيه في كيس من جوه كيس من جوه كيس. المهم ان انتي تحطيه في حاجة محكمة ما يطلعلكيش ريحة خالص في المكان اللي هو هيتعان فيه في الديب فريزر. هخلصه واقول لكم شكله بقى ايه في الاخر. اهو يا حبايبي ادي التوم اهو بعد الفرم، الحمد لله حطيته اهو في الاكياس. طبعا كيس ده اول كيس، هحطه في كذا كيس غيره، وممكن احطه في برطمانات. شايفين ده الفرم بتاعه ما شاء الله اهو، حلو وناعم شويه عن ده. بصوا ده كان بيقف معايا في المكنه، بيلف حوالين السكينه ويقف.
فقلت طيب انا اعمل ده للسمك. انا طبعا بضرب توم مع تمليحة السمك المشوي، فانا اخد من ده احط في السمك المشوي وانا بضربه، وده ممكن ادخله في طعمية او ادخله في اي حاجة محتاجة توم برضو، وممكن اعمله مع السمك عادي. بس انا والبرنجان لما نيجي نعمل برنجان ممكن نستعمل ده. طبعا احنا غاسلينه ومنضفينه ومخلينه زي الفل وفرمينه، جميل جدا ما فيهوش اي حاجه، وريحته ما اقولكوش بصوا قلب البيت كله. يعني ريحه التوم ده اهو، الورق الاخضر ده اهو قلب البيت كله. يعني انا كنت بجري كده بالمشوار عايزه اخلصه عشان الريحه بقت بصراحه صعبه في البيت. فانتي دلوقتي اما بتعينيه بتستفادي بيه بدل ما بيترمى او ينشف على التومه ويترمى خساره. طب ما احنا نستخدمه. تمام. فحبايبي هو جميل، انا استعملته كذا مره وعجبني قوي. وبيوفر لك برضو كميه، لان طبعا لما بتجيبي التوم كده اخضر وتخزنيه وتسيبيه ينشف انت بتخسري نص كميه الوزن اللي انت اشتريتيه بيه في ان هو ينشف عليه وخلاص كده خلص. فلما تستخدميه كده احسن لك طبعا بكتير. وجربوها وهتلاقوها حلوه قوي وهتعجبكم جدا. وما تنسونيش بقى في دعائكم الحلو وتعليقاتكم الجميله. ويا ريت يا ريت يعني الاشتراك يا جماعة، الاشتراك، كلمة اشتراك مكتوبة كده جنب تحت الفيديو، اتكوا عليها تبقى كده اشتركتوا. بس اللي اشترك لي قبل كده ما يتكش تاني عشان ما يشيلش الاشتراك بتاعه. ولايكاتكم الجميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.